تخيل كده تكون عايش مع حد تحت سقف بيت واحد، تاكلوا مع بعض وتناموا في نفس البيت وتصحوا من غير ما تكونوا عارفين انتوا بتفكروا ازاي، ولا انت فاهمها ولا هي فاهماك، تفضلوا عايشين كده وخلاص. طيب ايه اللي هيحصل؟ الجواز من غير تفاهم عامل بالظبط زي البيت اللي مبني من كرتون، اي هزه صغيره بالطياره او توقعه. وصدقني في ناس كتير جدا عايشه في المنطلق ده ومن جواهم ميتين. سارة اتجوزت بسرعة عشان خاطر أهلها ألحوا عليها وفضلوا يقنعوها إن العريس دوت معاه شغل ومعاه فلوس وهيعيشك في عيشة عمرك ما كنت هتوصلها في يوم من الأيام. وسارة في الوقت اللي المفروض كانت بتتعرف فيه على عريسها معرفوش يتكلموا مع بعض أو يتناقشوا ويفهموا بعض بشكل كويس. بعد كام شهر من الجواز اكتشفوا إن هما مختلفين في كل حاجة. شخصيتها بطبيعتها إن هي بتحب تفضفض وتطلع كل اللي جواها وتتكلم في كل اللي عندها، وللأسف هو ساكت طول الوقت. هي بتحب السفر والمغامرات وإنها تجرب حاجات جديدة وهو ساكت طول الوقت وشخص بيفكر في شغله بس. هي شخصية طموحة وبتحلم وهو شخص واقعي زيادة عن اللزوم. عدى وقت وبدأت المشاكل، كل كلمة بينهم تتحول لخناقة كبيرة وكل اختلاف بينهم لازم ينتهي في الآخر بمعركة، لحد ما وصل بيها الحال إنها كل يوم تنام معيطة وتسأل نفسها: أنا المفروض في بيتي ومتجوزة والمفروض عايشة حياة سعيدة، إزاي أنا في كل اللي بيحصل لي دوت ومش لاقي حد يسمعني؟ على الناحية التانية جوزها بيسأل نفسه دايما ويقول: أنا تعبت، أنا مش قادر أفهم إيه الطلبات ولا عارف أوصل لتفكير الشخصية اللي عايشة معايا. سارة وجوزها فضلوا عايشين تحت سقف بيت واحد فترة ومدة طويلة جدا، بس للأسف كأنهم أغراب ومش عايشين مع بعض. طيب هو إيه المشكلة أصلا اللي عند سارة وجوزها؟ المشكلة مش في الجواز نفسه، المشكلة في عدم التفاهم في الزواج. إنك توافق عشان بس أهلك بيضغطوا عليك أو عشان كلام الناس. من ضمن المشاكل كمان إن سارة ما سألتش نفسها: هل أنا وهو هنعرف نعيش مع بعض ونبني البيت اللي إحنا بنحلم بيه؟ الجواز عمره ما كان ورقة، الجواز مشاركة وحياة كاملة. طيب أسباب وجود المشكلة دي إيه؟ أول مشكلة ضغط الأهل والمجتمع. المشكلة التانية التسرع، بتاخد خطوة من غير ما تفكر كويس. المشكلة التالتة الأهم والأخطر إن إحنا بنركز على الشكليات، فلوس، شغل، شكل جميل، بنفكر في حاجات وبننسى أهم حاجة وهو التفاهم. مشكلة كمان مهمة جدا وخطيرة إن في فترة الخطوبة أو فترة التعارف ما بيكونش فيه صراحة كاملة بين الطرفين اللي هيتجوزوا. طيب هو لو الحياة ماشية بالشكل ده، ايه الاثر اللي بتسيبه في الشخصيات اللي بتتعرض للموقف ده؟ اول حاجه بيت مليان توتر وخراب، بيبقى فيه خناقات على اتفه الاسباب. الحاجه التانيه احساس بالوحده رغم وجود حد المفروض ان هو شريكك. في ناس بتكمل حياتها بالشكل ده مضطرين بسبب اطفال او اي حاجه تخليهم مجبرين ان هم يعيشوا حياتهم، وفي ناس بتوصل معاهم الحياه للنهايه وبيوصلوا للطلاق، وفي ناس تالتة للأسف بتنسى إن موجودين أطفال. والخطر في ده إن الأطفال اللي بتطلع غير سوية نفسيا ودايما شايفين المشاكل والخناقات، وكل ده بسبب عدم وجود التفاهم. طيب إزاي نتجنب المشاكل دي؟ أول حاجة لو أنت داخل على جواز خد وقتك كفاية جدا. الحاجة التانية اللي تاخد بالك منها كويس قوي، تسأل نفسك سؤال: هل الشخص اللي معايا ده بيفهمني وبيعرف أنا عايز أقول إيه من غير ما أتكلم؟ تالت حاجة يكون في صراحة ما بينك وما بين نفسك وما بينك وما بين الشخص اللي قصادك في كل حاجة جاية بعد كده، طريقة العيشة، الأحلام، كل حاجة نفسكم تحققوها مع بعض. كمان حاجة مهمة جدا بعد الجواز لو حصلت اختلافات نتعلم ان احنا نتكلم ونحاول نوصل كل اللي جوانا للشخص اللي معانا. اهم نقطة بقى في ده كله ان انت تحاول تفهم ان الجواز مشروع شراكة، عمره ما كان سجن. خلاصة الحلقة النهاردة في الكام كلمة اللي هقولهم دول: الجواز من غير تفاهم بيخلي الرحلة صعبة جدا وتقيلة، لكن الجواز اللي بيكون فيه تفاهم بيخلي الرحلة والحياة حتى لو أصعب لحظاتها بتكون أهون. اسأل نفسك قبل ما تخش أي علاقة: هل الشخص دوت أنا قادر أعيش معاه على الحلوة والمرة؟ وافتكروا دايما كلام ربنا اللي بيقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خلصنا حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. أنا عبد الله مصطفى وبساعدك بخطوات عملية إن حياتك تكون أسهل وتعيشها بتركيز أكبر. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتنضم للعيلة الجديدة. سلام.